فتاة كفيفة بيتم نقل قرنية لإلها، بس هي القرنية بتغير لها حياتها وبتصير تشوف الأشباح والأرواح وبتشوف المستقبل. بيبدأ الفيلم ببنت كفيفة اسمها سيدني. سيدني بتكون كفيفة من لما كان عمرها 5 سنين وبتكون ناجحة كتير بعملها، ومنشوف إنه تاني يوم عندها عملية نقل قرنية لحتى تقدر ترجع تشوف من جديد، وبالفعل بتعمل العملية. ولما بتكون بالمشفى بتجي لعندها بنت اسمها إليشا وبتتعرف عليها وبتقلها إليشا إنه هي عمرها 9 سنين وإنه هي موجودة بالمشفى لأنه عندها ورم بالمخ. وبعدها بتروح سيدني لحتى تشيل الضمادات من على عيونها، وبيكون معها أختها هيلين. وأول ما بيشيل الدكتور الضمادات بتكون الرؤية مغبشة لسه، وبيطمنها الدكتور وبيقلها إنه العملية نجحت وإنه بدها وقت قصير بس لحتى ترجع تشوف بشكل طبيعي. وبنفس الوقت بتلاحظ سيدني إنه في خيال تحرك من وراء أختها واختفى، فبتخاف بس بعدين ما بتعطي الموضوع أهمية، وبتقضي الليلة بالمشفى وبتصحى بالليل وبتلاقي المريضة يلي معها عم تحكي مع خيال أسود وبتقول له أنا ما بدي إياك، وبتطلب منه يتركها. بس بعدين بتشوف المريضة قامت ومشيت معه، فبتقوم وبتمشي وراهن لحتى تشوف الخيال وين أخذ المريضة. بس لما بتطلع من غرفتها بتتفاجأ أنه ما بتلاقي أي حدا. بعدين بتصير تشوف عدة خيالات وكلهم بيصيروا يختفوا. بعدها بترجع سيدني على غرفتها وبتنام. تاني يوم لما بتصحى بتلاقي سرير المريضة يلي جنبها فاضي، وبتعرف إنه المريضة توفت امبارح. ومنشوف إنه الدكتور متابع حالة سيدني. هي بتسأله مين يلي تبرع لها بالقرنية، فبيقلها إنه هو ما بيعرف وما له مهتم لأنه العملية نجحت. بعدها بصير موعد خروج سيدني من المشفى، وبعد ما تجهز حالها بتجي لعندها إليشا وبتتصور معها صورة قبل ما تطلع. ولما بيصلوا على البيت هي وأختها بتتفاجأ إنه عاملين لها حفلة بهي المناسبة، بس هي بتكون حاسة حالها تعبانة ومرهقة. وبعد ما تخلص الحفلة بتروح سيدني على الغرفة مشان تنام شوي، وبتحلم بكابوس وبتشوف إنه غاز انفجر بوشها، فبتصحى وهي مرعوبة وبتضل تتفقد وشها. بعدين بتلاحظ إنه شكل غرفتها تغير، وبعد ثواني بيرجع لطبيعته. وتاني يوم بتروح لعند الدكتور بول يلي حيستلم الإشراف على حالتها، وبيعرف منها الدكتور إنه فقدت بصرها لما كان عمرها 5 سنين لأنها كانت عم تلعب هي وأختها بالألعاب النارية. وبتخبره إنه هي حاولت تعمل عملية زراعة قرنية لما كان عمرها 12 سنة بس العملية فشلت. بعدها بيطلع الدكتور بول وسيدني شوي مشان يتمشوا، وبيحكي لها عن التشويش اللي رح تتعرض له وإنه هذا الشيء طبياً طبيعي. وبعدها بترجع سيدني على بيتها وبتقعد وبتصير تحاول تتعلم موسيقى. بس وهي قاعدة فجأة بتلاحظ إنه في شخص مر من قدام غرفتها وبتسمع صوت غريب، فبتقوم لتطلع لبرا تشوف إذا في حدا جنب البيت. بس بعد ما بتطلع ما بتلاقي أي حدا برا، وفجأة بتتفاجأ بطفل على الأرض. ولما بتقرب وبتحكي معه بيقلها إنه أبوه رح يعصب كتير ورح يعاقبه، بس فجأة بيختفي من قدام الطفل. تاني يوم لما بتكون سيدني قاعدة بالكافيه بتشوف بنت شكلها غريب واقفة من بعيد وعم تطلع فيها، وبتقلها أنا ما رح خليكي تروحي هيك بسهولة، وبتهجم عليها البنت بس فجأة بتختفي. فبتخاف سيدني كتير وبتوقع من على الكرسي وبتطلع فوراً من الكافيه. وبترجع سيدني على بيتها وبتحاول تنام لترتاح شوي، بس بتضل بتحلم بأحلام مرعبة وكوابيس غريبة وبتصحى مرعوبة. تاني يوم بتروح لعند الدكتور بول مشان تتأكد من نتائج تحليل العملية، وبتخبره إنه هي عم تشوف شغلات غريبة وعم تحلم بكوابيس وأحلام مرعبة. فبيقلها بول إنه أكيد هي اللي عم تخترع هذا الحكي، لأنه بالأول كانت شخصية مهمة وناجحة لأنها كفيفة. فبتتضايق سيدني كتير من اللي حكاه بول. بعدين لما بتكون ببيتها بتكون جايبة تلفزيون جديد مشان تقعد تتفرج عليه، وفجأة وهي قاعدة بتلاحظ إنه في دخان غريب عم يطلع من تحت باب البيت. فبتقوم وبتطلع من منظار الباب وبتلاحظ إنه في خيال أسود وسط الدخان. وفجأة بتشوف إنه الغرفة عم تحترق وفي ناس عم تحترق حواليها. وفجأة بتلاقي شخص شاعل نار عم يقرب منها ويسحبها من إيدها ويحرقها. فبتصحى سيدني من النوم وهي مرعوبة، وبتطلع على إيدها وبتلاحظ إنه عليها آثار حرق، بس بعد ثواني بتختفي هي الآثار. فبتخاف سيدني كتير وبتنزل فوراً من البيت لحتى تتمشى. وهي عم تتمشى بتلاحظ إنه في بنت عبرت من خلالها، فبتنصدم كتير. بعدين بتشوف إنه العالم انلموا على بنت اندعست بالشارع، وبتتفاجأ أكتر لما بتشوف إنه هي البنت نفس البنت يلي عبرت من خلالها قبل شوي. بعدها بتفوت سيدني على مطعم صيني وبتتصل ببول وبتترجاه يساعدها، وبتصير تنادي على النادلة بس ما حدا بيرد عليها. وفجأة بتلاقي النار شعلت بكل المطعم. بعدين بتلاقي سيدني حالة قاعدة وسط مطعم محروق بشكل كامل. فبتقوم بتطلع من المطعم وبتلاقي بول قدامها، وبيقلها شو عم تساوي بهذا المطعم، وبيقلها إنه هذا المكان كان مطعم صيني بس احترق قبل أسابيع وماتوا فيه 5 أشخاص. فبتقله سيدني إنه هي عم تشوف شغلات غريبة ومخيفة ما كانت تشوفها من قبل، وبتقرر ترجع على البيت. ولما بتجي لتطلع بالمصعد بتلاقي إنه في شخص واقف وداير ظهره. فبتطلع على كاميرات المراقبة وبتلاحظ إنه المصعد فاضي، فبتترك هذا المصعد وبتقرر تطلع بالمصعد الثاني. وأول ما بتطلع على المصعد بتلاقي إنه الرجال رجع ظهر وفجأة ارتفع بالهواء. وأول ما بينفتح باب المصعد بتركض فوراً لتهرب وتروح على غرفتها.
بس فجأة بتشوف نفس الطفل واقف قدامها وعم يطلع عليها، ولما بترجع بتطلع عليه بتلاقيه إنه رح ينط من شباك البناية، بس لما بتطلع لتحت ما بتلاقي أي حدا. فبترجع فوراً على بيتها وبتلاقي الطفل نفسه رجع ظهر وبلش يركض وراها. فبتدخل على بيتها فوراً وبتصير تطفي كل الأضوية وبتسكر كل البرادي لحتى ما يفوت لعندها أي ضوء، وبتضل حابسة حالها فترة بالبيت وبترفض ترد على أي شخص. فبتضطر بالأخير أختها إنها تحكي مع بول مشان يروحوا يطمن على سيدني، وبالفعل هو بيروح ليطمن عليها وبياخدها على المشفى بسبب جرح كان موجود على إيدها، وبسبب هالشي سيدني بتبقى بالمشفى. بالليل وهي نايمة بتجي لعندها إليشا وبتخبرها إنه الورم بلش يتعالج، وهي بلشت تصح وصار الوقت إنها تروح من هالمكان وبتطلع من الغرفة. وبتقوم سيدني وبتمشي ورا إليشا وبتلاقي إليشا عم تمشي مع خيال أسود، وبضلوا يمشوا لبعيد لحد ما يختفوا من قدامها. تاني يوم بتصحى سيدني وبتلاقي أختها جنبها، وبتعرف منها إنه إليشا ماتت، وبيقولوا لها إنه إليشا تركت لها الصورة اللي تصورتها معها من قبل. ولما بتشوف سيدني الصورة بتقولن إنه مو هي اللي بالصورة، فبتاخد الصورة وبتحطها على المراية وبتصير تشوف شكلها الحقيقي، وبيكون مو نفس شكلها يلي بالصورة. وبعد ما تطلع سيدني من المشفى بتروح لتشوف الآثار الجانبية لعملية نقل القرنية، وبتكون الآثار ما بتشبه أي شي من يلي عم يصير معها. بعدها بتروح سيدني لعند بول وبتطلب منه يساعدها مشان تعرف مين يلي متبرع لها بالقرنية، وبتقوله إنه بدها تعرف مين الشخصية يلي شافتها بالمراية، بس هو بيرفض يساعدها وبيقلها إنه هذا الشي ما له قانوني. فبتتركه وبتمشي وبترجع على بيت هي وأختها. ولما بيصلوا بتكون سيدني كتير خايفة تطلع بالمصعد، بس لما بتتأكد إنه فاضي بتطلع هي وأختها. بنفس الوقت بتجي جارتهم وبتطلع معهم بالمصعد، ولما بيوقف المصعد مطرح ما بدها تنزل الجارة بتشوف سيدني نفس الطفل واقف وعم يطلع فيها. بعدها بيفوتوا على البيت وبنشوف سيدني فاتت على الحمام وقاعدة عم تحكي مع الشخصية الموجودة بالمراية. فبتقلها الشخصية يلي بالمراية إنه هي بدها تساعدها، وفجأة البنت يلي بالمراية بترفع إيديها وبتصير تفتح لها عيونها وبتصير تشوف ناس عم تحترق، بس ما بتتحمل هالشي وبتكسر سيدني المراية وبتطلع فوراً لعند أختها وبتقلها إنه لازم تعرف مين يلي متبرع لها بالقرنية. بعدها منشوف بول إنه قرر يساعد سيدني، وبيتقابلوا وبيعطيها بول لسيدني ظرف فيه كل معلومات المتبرعة وبيخبرها إنه المتبرعة من المكسيك. بهذا الوقت بيقرروا بول وسيدني إنه يروحوا على المكسيك، وبالفعل بيروحوا لهنيك. ولما بيوصلوا بتطلب سيدني من بول إنه يوقف جنب مصنع قديم محترق، ولما بينزلوا من السيارة بيلاقوا مجموعة من الأطفال عم يلعبوا، فبيسألوهم شو اللي صار بهذا المكان، وبيخبروهم الأطفال إنه صار حريق كبير بهذا المكان، وبيقلن إنه كل السبب باللي صار هو الساحرة. بعدها بيكملوا سيدني وبول طريقهم لحتى يصلوا لعنوان المتبرعة، وبتلاحظ سيدني إنه مكتوب بكل مكان الساحرة، وبتقابل سيدني إما للمتبرعة ويلي بيكون أغلب جسمها محروق. والأم أول ما بتشوفها لسيدني بتقلها إنه أنت أخذتي عين بنتي، وبتقلها إنه هي انصابت بحروق بسبب الحريق اللي صار بالمعمل يلي كانت بتشتغل فيه، وإنه في كتير عالم ماتت. وبتقلها إنه لو من الأول العالم سمعوا حكي بنتها آنا ما كان صار يلي صار. فبتسألها سيدني إذا كانت بنتها آنا بتشوف شغلات غريبة، فبتقلها الأم إنه بنتها الوحيدة يلي كانت عندها القدرة إنها تشوف الأشباح، وإنه كان عندها القدرة كمان إنها تشوف الموت قبل ما يصير. بعدها بتشوف سيدني الخيال الأسود قدامها وبتعرف إنه أمها لآنا رح تموت، وفجأة بتوقع أمها لآنا وبتنصاب بجلطة، فبيركضوا هن الاثنين عليها وبيحملوها على السيارة مشان ياخدها بول على المشفى. وبتبقى سيدني بالبيت لحالها وبتفوت على غرفة آنا وبتشوف كل يلي صار بالمصنع، وبتشوف سيدني شغلة وهي إنه آنا شافت خيال أسود ومحوت كل الناس بالمصنع، وعرفت إنه رح يصير شي بالمصنع. حاولت تنقذهم وتنبههم بس ما حدا سمع لها. بعدها صار الحريق وكل المدينة اتهموها إنه هي السبب بالحريق، وصاروا يقولوا عنها الساحرة، وبسبب هالشي قررت آنا إنه تنتحر. بعدين منشوف سيدني صحيت من النوم وبتسمع صوت جاي من أبو البيت، فبتروح وبتنزل على الأبو وبتشوف آنا وهي عم تشنق حالها، وبتصير تحاول تساعدها بس ما بتقدر. بهذا الوقت بيجي بول وبيشوف حالتها وبيتأسف لها كتير لأنه ما كان مصدقها. بعدين بياخدها وبيطلعها مشان يرجعوا على بيت سيدني، وبيركبوا بالسيارة وبيرجعوا على البيت. وبتعرف سيدني إنه أمها لآنا ماتت، وهن على الطريق بيلاقوا الشرطة مسكرين الطريق لأنه عم يلاحقوا شخص مجرم وبدهم يلقوا القبض عليه. بهذا الوقت بتشوف سيدني بنت شافتها من قبل بالحلم، فبتنزل سيندي لعندها وبتصير تركض بين السيارات، وبعدها فجأة بتصير تشوف خيالات سودا بالمكان، وبتعرف إنه بهذا المكان رح يصير شي وكل الناس رح يموتوا. هون بنعرف إنه كل أحلام سيدني كانت عبارة عن رؤية من المستقبل، وكانت تشوف كل شي قبل ما يصير. بعدين بتشوف تريلا محملة كمية ضخمة من البنزين، وبتعرف إنه هي التريلا رح تكون سبب بموت كل الناس، فبتصير تحذر الناس وتقولهم إنه يبعدوا، وبالفعل بتنجح بإنه تخلي كل العالم يبعدوا. بعدين بتشوف سيارات مسرعة وبتخبط بالتريلا، وبتكون السبب إنه يحدث انفجار ضخم وبيحترقوا كل السيارات اللي حوالين التريلا. وبتضل سيدني واقفة وعم تتفرج على كل يلي عم يصير،
وبيكون في إزاز عم يتكسر ويدخل بعيونها، فبينقلوا سيدني على المشفى فوراً. وعلى أثر هالشي بترجع سيدني بتفقد بصرها للمرة الثانية، وبترجع سيدني لحياتها مثل ما كانت لما كانت كفيفة. بس بالرغم من هالشي بتكون سيدني مبسوطة لأنه بسبب هاي القرنية قدرت إنها تنقذ عدد كبير من الناس من الموت. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.